اشتغلنا بجد وانتجنا واكلنا من عرقنا، في حاجات كتير قوي هننساها مش هيبقى لها مجال اصلا، لانه الباحث عن الاستقرار الحقيقي والامن الحقيقي يعرف ان من لا يملك القدره على الانتاج يذل ويبحث عن مشكلات اخرى مثل هذه المشاكل. انا مسلم واقول لكم جميعا اذا فعلت غير الحق مع الجميع اخالف الاسلام. لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين. اذا كان رب العباد ربنا سبحانه وتعالى اكبر من الكل، اعطى الناس الحق، ادالهم الحريه في ان يؤمنوا به او لا يؤمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الايمان به بالله نفسه مش الاختلاف على الارض، فما بالنا بما هو ادنى من ذلك اللي اقل من هذا كله. يبقى الناس احرار فيه ولا لا؟ يؤمنوا بالله المسلمين والمسيحيين في اله وكل بطريقته في الاعتقاد، أيكون ذلك محظور في ظل إباحة الحرية الكاملة للإنسان أن يختار أن يؤمن بالله أو لا يؤمن؟ غير مقبول وغير معقول. هذه السواد